السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. تعالي بقى، لو معاكي حوالي 1000 جنيه، احنا نزلنا عند المرشدي. قلت ايه، انا معايا 1000 جنيه زيادة، هجيب بيها شوية روافع. دي زي روافع، زي ايه؟ زي طقم التوزيع، زي الفرشة، زي الاسباتولا، زي قطعة البيتزا، زي اي حاجة روافع يعني. قلت 1000 جنيه مش هجيب بهم حاجة. فروحت للمرشدي، لقيت حاجات حلوة قوي قوي هناك. وتعالي بقى اوريكي انا جبت ايه. ما كملوش 1000 جنيه، ان انت ممكن تجيبي بيهم ايه، وحاجات مهمه جدا في المطبخ. تعالي، ده اول طقم ده جبته، كان جميل جدا جدا. وهقول لك بقى السعر مفاجاه بصراحه يعني. السعر بتاعه كان جميل جدا. بصي، الطقم 6 كوبايات، و6 كوبايات عصير، و6 مجات للقهوه. ده طقم 24 قطعه. بس الازاز بتاعه تركي، شكله خطير بصراحه. بصي، شكل الكوبايه كده واخده شكل مربع من تحت وطالعه على مدور. شكلها خطير، والحرف بتاعها سيلفر كده، والازاز بتاعها خطير جدا. والا بقى ما تطلعيه كله كده مع بعضيها واوريه لكم. معلش هطول عليكم الفيديو شويه، بس عشان اوريك جماله على بعضه. عشان لما شفته في المرشدي، كان عرضه في الباترينا كله، فكان شكله عاجبني قوي. يعني شكل غير ما اوريكي مثلا كوبايه كوبايه، لا انا هوريك كله مع بعضه. بصي، دي 6 كوبايات العصير، والاولاني كانوا ميه برضو، مربع من تحت وطالع على مدور. الشكل والسيرفر بتاعه تحفه، يعني تحسين ان هو نوع اصلي كده. يعني جميل جدا السيرفر بتاعه. ال 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 الماتيريال بتاعها عاليه قوي. بصي بقى، ستي طالع بقى 6 اطباق تاني، مع 6 مجات حلوين جدا جدا جدا. صدقيني لو اي عروسه اشتريتهم وحطيتهم في النيش او حطيتهم في المطبخ، هيخلوها شكله شيك قوي. والسعر بتاعه كان مفاجأة ليا انا كمان يعني بصراحة. انا لما رحت لقيته في الباترينا معروض عنده، انا حسيت ان هو ممكن يوصل مثلا 900 800 1000 وحاجة. وكانت بنتي كانت مصممة عليه، ان هي هتشتريه حتى لو كان غالي. بس انا لقيت عليه تخفيض بقى، هقول لكم عليه جميل. بصي، ديت مج برضو من تحت مربع وطالع على مدور، بنفس الستايل بتاع الكوبايات، جميل جدا. و6 اطباق حلوين قوي برضو، الحرف بتاعها سيلفر كده، مش اطباق ساده. لا، برضو الحرف بتاعها السيلفر بتاعها كده، جميله قوي، شيك قوي قوي قوي. بصي، شايف شكل حلو زي الرسول كله. معلش انا هطول عليكم الفيديو شويه، عشان اوريكم بس شكله كله طبيعي. واللي وصل لحد هنا يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. اوريك بقى الطقم كله لما يطلع كده شكله حلو قوي. انا كنت رايحه على حاجات غير كده خالص بصراحه. لما تروحي عند المرشدي، تحسي ان انت بتشوفي حاجات. كل مره بينزل حاجات جديده، كل مره. كل ما بتروحي زياره عنده بينزل حاجات جديده جدا وجميله. يعني هو مش قاعد على موديلات معينه بس. اي حاجه ممكن تتخيليها هتلاقيها هناك. بصي يا ستي بقى، دي 6 ميه و6 عصير و6 مجات قهوه بالاطباق بتاعتهم. وادي شكله الاخير. شكله جميل جدا جدا، وسعره مفاجاه. يعني السعر بتاعه كان نازل 1300، نزل لحد 475. يعني ده ب 475، شكله شيك جدا وجميل. ودول كان برضو 6 كاسات، تعملي بقى فيهم فروت سلطات، تعملي فيهم حلويات كده، اللي هي الكنافه المحمره، وعليها برضو سلطات كده. تعملي حط فيهم ايس كريم. جبتهم برضو هناك، كانوا ب75 جنيه، كانوا حلوين قوي. بصي بقى، يعني شوفوا، انا هوريك بقى ال1000 جنيه اللي ما كملتهاش، جبت بيها ايه. يعني انا ما قفلتش ال1000 جنيه. بصي بقى، 6 كاسات دول شكلهم حلو قوي. ونوع الماتيريال بتاعهم برضو حلو قوي. ان يمكن الكاميرا ظلمهم شويه. وجبنا ايه تاني من ضمن ال1000 برضو؟ تعالي نجي شوف هنجبنا ايه تاني. طبعا جهاز العروسه ده بيخلصي، تشتري حاجات مهما تشتري مش هتخلصيه. برضو لقيناه برضو عامل عرض على الصواني. دي بقى صواني هتعمليها سرفيس، اللي انت عايزاه تعملي، بس هي طقم سرافيس. بس كان حلو قوي قوي برضو، عجبني. دوت بقى يا ستي بتاعت الزيت، اللي هي الفرشه بالزيت دي اهي.
ودي كانت ب80 جنيه، والقطعة البيتزا دي جبتها ب30 جنيه. انا كنت رايحه اساسا اجيب الروافع دي، بس برضه قلت ايه، لا لازم اجيب حاجه رافعتين كده على الماشي يعني. بصي بقى طقم الصواني ده كان حلو قوي. هو طقم سرافيس او طقم صواني اللي تحسبيه. هو انت بتجيبي الحاجه وتستخدميها في ايه، ده ترجع لمزاجك انت. يعني مثلا دوت انا قلت هتستعملوه سرافيس، طقم الصواني مش طقم صواني تقديم يعني. وجبت واحد ليا انا بقى هستعمله صواني عادي. ما هو انت طبعا لازم ام العروسه تطول لها حاجه منهم، صح ولا لا؟ هفتح لكم دلوقتي بس عشان الكاميرا بس بظبطها. بصي يا ستي ظبطتك بقى الكاميرا عشان تتفرجي معايا كويس قوي. برضو كان نازل عليه عرض حلو قوي قوي قوي. بصي، هو انت انا جايباه لبنتي تستعمله طقم سرافيس. شايفه، انا بقى جايباه ليا انا بقى هستعمله طقم صواني، تخيلي. طبعا لان انا ام بقى مش مشكله، مش تفرق معايا الشكل قوي. بص شكله كان جميل جدا، برضو كان نازل عليه عرض. ده كان ب199 جنيه، موجود لحد دلوقتي برضو. هيبقى موجود لحد يوم 10 في الشهر دوت. وبقى انا هجيب لك بقى طبق ده حفظ الكيكه او الجاتوه. دوت برضو جبته من هناك برضو ب90 جنيه. بصي اتفرجي عليه. هي اللي فوق ازاز، واللي تحت الماتيريال اللي تحت مش ازاز. حاجه كده زي مش عارفه بقى ميلامين، مش عارفه يعني حاجه كده برضو، بس جميله جدا. وبصي بقى يا ستي، احنا جبنا الحاجات دي كلها ما عدتش 800 جنيه. واديكي جبتي حاجات في جهاز العروسه. يعني انا بقول لك ان انت لو معاكي 1000 جنيه ممكن تشتري حاجات ليها قيمه. كل حاجه ليها قيمه على فكره، حتى الروافع دي ليها قيمه جامده طبعا. بتاخد منك فلوس كتير. بس شوفي بقى، دي مشترياتنا من المرشدي. ادي طقم الستانلس دوت. اقول لك سعره تاني برضو 199 جنيه. شايفه شكله عامل ازاي. تلاتة حلوين، والماتيريال بتاعها حلو قوي، تقيله وجميله والله، محمله ما شاء الله عليها. وادي طبق الجاتوه. وطقم التركي دوت جميل جدا جدا طبعا. ومش هتغلبي، لو معاكي 1000 جنيه ممكن تشتري بيها ايه العروسة عادي، وب500 ممكن برضو تشتري. فانت تبدأي بأي مبلغ معاكي، ممكن تجيبي بيه حاجات كتيرة اوي لبنتك، تجهزي بنوتك فيها كل شهر كده. انا مثلا لو معايا 1000 زيادة او معايا 500 او بنزل اشتري بصراحة. وبروح اشوف اقول ايه اللي